في مباراة مثيرة، مباراة قوية. الهلال يفوز على الشباب 2-0. الهلال يستعيد صدارة الدوري السعودي مرة تانية. الهلال في الصدارة بعد مكسبه على الشباب النهاردة. نيمار للمباراة الثالثة على التوالي يفشل في إحراز أول أهدافه في الدوري السعودي. نيمار بيضيع ركلة جزاء في منتصف الشوط الأولاني بيتصدى ليها سيانج حارس مرمى نادي الشباب. مباراة ما نقدرش نقول مباراة سيئة من نيمار، بالعكس نيمار عمل مباراة كويسة جدا وعمل اسيست، ولكن ضيع ضربة جزاء بشكل مش أحسن حاجة، خلى الجمهور يتضايق بشكل كبير. الجمهور كان متوقع بداية قوية جدا لنيمار مع الهلال، ولكن البداية حتى الآن مش أحسن حاجة لنيمار، أحد أهم اللاعبين في العالم. منتظر او كان من المتوقع انه يعمل شغل اكتر من كده مع الهلال، ولكن حتى الان لسه المكنه ما اشتغلتش بشكل كبير. هدفين، هدف لكوليبالي الهدف الاول للهلال، الهدفين في الشوط الثاني، والهدف الثاني متروفيتش بيأكد فوز الهلال بالمباراه امام الشباب. اللي الشباب حاول، ولكن الهلال كان مقفل المباراه كويس وكان عامل مباراه جيده جدا جدا صراحه، وقدر الهلال انه يستعيد صداره الدوري مرة أخرى. استغل تعثر نادي الاتحاد النهاردة وأصبح الهلال في الصدارة بعد مكسب النهاردة على الشباب. الهلال زي ما قلنا خسران الدوري الموسم الماضي، متعطش بقوة للفوز بالدوري، وهي الصدارة بتيجي للهلال مرة أخرى النهاردة. مكسب كبير زي ما قلت، الجماهير متضايقة جدا على نيمار، كانوا متوقعين انه يبدا بدايه اقوى من كده بكتير، ولكن لسه في ماتشات كتيره، ولسه نيمار لما ياخد على الاجواء تجربه جديده في مكان جديد ودوري جديد، نيمار اكيد هيشتغل وهيعمل شغل كبير جدا. متروفيتش يستمر ايضا في تهديفه في المباريات، جايب اهداف كويسه في الدوري السعودي واشتغل بشكل جيد، ولسه الدوري هيحلى وهيحلو اكتر واكتر الفترات القادمه. مبروك لكل جماهير الهلال، وهارد لك لجماهير الشباب مباراه النهارده.